محاور عقائدي، انت كاتب على صفحتك كده شاب اكاديمي صحيح. محاور عقائدي. انت دارس في الحوزة؟ نعم. دارس في الحوزة؟ لا ما دارس في الحوزة، أنا لست طالب حوزة، أنا مجرد طالب علم. امال مين درست؟ طلبت العلم عند من؟ أنا درست العلم وطلبت العلم بيدي من دون ما أحتاج لأحد. طب ازاي وسميت نفسك محاور عقائدي؟ يعني درست العلم بدون ما ترجع لمرجع، ودلوقتي الشيخ حسين المطوع قال ان كل اعمالك باطله. درست العلم اسمح لي عزيزي الله يحفظك، أنا درست في العقائد. فين درست؟ أما فين؟ من سماني محاور هناك من الأساتذة، اسمح لي، هناك من الأساتذة سماني محاور. مين؟ لأن وجدوا حواري وأنا صاحب خبرة بالمسألة والحمد لله. طب مين؟ الآن أنا ما مو مهم هذا. لا قول لنا بس مين الشيخ اللي سماك محاور، او احنا ان شاء الله احنا في الحوار انا وانت مش هقطع عليك الاتصال. قول لي مين الشيخ اللي سماك أنا ما محاور. قلت الشيخ، أنا قلت عندي أساتذة موجودين في مجاميع التليجرام. قول لي مين الأساتذة دول؟ عندي أساتذة موجودين. مين الأساتذة دول؟ ما يخصك هذا المسألة. لا أنا عايز أعرف، مش أنت واحد بتصنع على نفسك كاتب المحاور العقائدي أحمد إيهاب الجعفري. قول لي مين اللي قلت لك درس في الحوزة؟ قلت لي لا أنا طالب علم. قلت لك طلبت العلم فين؟ قلت لي على إيدك. هو أنا بقول لك أنت عامل رغيف عيش خبز بتعمل؟ لا لو بتعمل حاجة على إيدك أكل بتاع. لكن قلت لك طلبت العلم فين؟ قلت لي على إيدك عديتها. قلت لك طب مين اللي سماك محاور عقائدي؟ قلت لي أساتذة. قول لي مين الأساتذة اللي سموك محاور عقائدي؟ اتفضل. عزيزي أول شيء أنا داخل معك وأسألك سؤال. طيب ما أنا إن شاء الله بإذن الله هسمع سؤالك وأنت هتجاوب على سؤال الحلقة. بس قول لي مين الأساتذة اللي سموك محاور عقائدي؟ هو أي حد يجي يسمي نفسه مسميات كده ولا حاجة؟ مين الأساتذة اللي سموك محاور عقائدي؟ اتفضل. يا عزيزي أنت شي خصك، أنت تسألني خلاص كيف خلاص بس يبقى أنت ما تقولش أنا المحاور عقائدي واسمي مكتوب زي ما قال، علشان ما فيش حد قال عليك كده، علشان أنت ما فيش حد مسميك كده، أنت بتسمي نفسك وكده. ما هو اللي خلى السيستاني بقى سيد والمرجع الأعلى؟ مين اللي سمى مين اللي لبس السيد السيستاني العمامة؟ اترك السيستاني. طب ليه؟ ما هو ده سؤال برضو في العقائد عندك اهو. هتقول لي عقائد ازاي؟ لان السيستاني الان اللي بيطعن فيه بتكفروه. من ألبس السيستاني العمامة؟ بس من شهد للسيستاني بالأعلمية؟ تفضل. محاور. من شهد للسيستاني بالأعلمية؟ خلاك شيخ ومحاور؟ مين شاهد؟ من الذي خلاك شيخ ومحاور وانت مين؟ لا؟ انا ما بقولش انا الشيخ المحاور، انا عمري ما قلت انا الشيخ المحاور. انا بقول لك بقى دلوقتي من الذي ألبس السيستاني العمامة ومن الذي شهد للسيستاني بالأعلمية؟ تفضل. من الذي يا عم جاوبني يا عم. المحاور العقائدي بقى، مش بتسمي نفسك محاور عقائدي وبتخش في التليجرام تسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا سؤالي لك الان بقى، مين اللي لبس السيستاني العمامة ومن الذي شهد للسيستاني بالأعلمية كي يكون المرجع الأعلى؟ تفضل. هو هذا اسلوبكم. هو انت تهوهو ولا ايه يا المحاور العقائدي؟ مش مهم. خلاص تعالى لسؤالنا اليوم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية رقم 173 من سورة البقرة في ثنائه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن، الآية رقم 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ممكن تقول لي إيه اللي الصحابة آمنوا به وقد اهتدوا؟ هل الصحابة آمنوا بالخمس أو بالمتعة أو بالرجعة أو بالتقية أو بخمس المكاسب؟ هل الصحابة آمنوا بأي شيء من ذلك؟ تفضل. من اول شيء اجاوب ثم اسال السؤال، صح؟ لا ثم اسال السؤال، صح؟ بس احنا عندنا موضوع النهارده اهوت. انت المفروض تجاوبنا عن الموضوع دوت. عزيزي رامي شيخنا العزيز الله يحفظك. هو انا سؤالي في نفس الموضوع، لكن راح اجاوبك ما دام انت سالتني وانت هاي انا اجاوبك نعم، لكن من حقي ايضا اسال، صح ولا لا؟ طيب ان شاء الله من حقك تسال ان شاء الله وجاوبنا على طيب هذا. لا هو ان شاء الله نعم. والايه نعم. الايه امام الجمهور اهوت. ايه اللي الصحابه امنوا به وربنا قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا؟ ايه هو اللي الصحابه امنوا به؟ تفضل. هل امنوا بالامامه؟ تفضل. تسمح لي يا عم جاوب بقى، بسمح لك. سمحت لك، اتفضل جاوب. يا اخي اعطيني مجال. اتفضل جاوب. الله اكبر، اعطيني مجال. طب انت ليك المجال الان يا المحاور العقائدي في التليجرام احمد الجعفري، المجال ليك الان. تفضل اجب. عزيز تفضل اجب. يعني تسكت اجاوب يا عم اجب بقى، الايه قدام الناس، اجب بقى. ايه اللي الصحابه امنوا بيه؟ يا رجل انت تعطيني مجال اجاوب. انت تعطيني مجال اجاوب. اتفضل. اعطيني مجال اتكلم. اتفضل اجب. اول شيء لا اله الا الله، استغفر الله. اول شيء الجواب رقم واحد، انا الان اريد افصل المساله واجاوب على راحتي، صح ولا لا؟ تفضل يا احمد اجب. يا اخي اعطيني مجال خلي اجاوب حتى بعد ما قال كلمه. اول شيء اعظم الايمان واعظم مسائل العقائديه
التي يجب على المسلم الإيمان بها هي كلمة لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل. فالذي آمن به الصحابة اللي إحنا شيعة وسنة نترضى عنهم خارج هؤلاء الذين إحنا مختلفين عنهم، آمنوا بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هؤلاء منهم الصحابة اللي إحنا وأهل السنة متفقين عليهم، لا الصحابة اللي إحنا مختلفين عليهم. مين هم؟ الشيخ رامي فاتح القناة حتى يتكلم عنهم. مين هم بقى؟ قول لي مين الصحابة اللي أنا وأنت متفق عليهم اللي هو ربنا قال عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ يعني ربنا كان بيقول لمجموعة بسيطة لثلاثة أربعة، لو يا ثلاثة أربعة دول لو آمن المشركون واليهود بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق. مين الصحابة؟ أول حاجة كلامك كذب. أنت عارف ليه؟ لأن عندي آية تانية بتبين، الآية رقم 14 في سورة البقرة، بتبين لي ان جمهور المدينة كان مؤمن وليس منافق. اجيب لك الآية وتقبلها يا محاور العقائد؟ انا ما قلت احد منافق. ما انت بتقول مجموعة، انت بتقول المجموعة اللي متفقين عليها نحن وانتم. المجموعة اللي احنا اتفقنا عليها احنا وانتم 3 أو 4 أو 7 على اختلاف الروايات في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. انا هبين لك الان يا المحاور العقائدي ان جمهور الصحابة، ان الاغلبية في المدينة كانوا مؤمنين من القرآن. انت ليش تكذب؟ هبين لك الآن من القرآن مش كذب، هبين لك الآن من القرآن مش كذب. ابني انت ليش تكذب؟ خليتني اكمل. ابنك انت عندك كم سنة؟ انت عندك كم سنة الاول؟ معلش اسمع بابا، ما يخصك، اسمع حبيبي. لا انت مش ابويا، انت لو انا الحمد لله ابويا ما بيلتمش. انا بس عايز ابين لك ان مجموع الصحابة اللي كانوا مؤمنين زي ما ابين لك الان ان مجموع اهل المدينة كانوا مؤمنين. انت قلت لي الصحابة اللي ربنا قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، هؤلاء مجموعة اللي بنتفق عليها انا وانتم. اذكر لي اسمائهم. اذكر لي اسمائهم تفضل. لا اله الا الله. اذكر لي اسماء اللي اتفقنا عليهم انا وانتم. يعني سبحان الله انت مثلك كمثل الذي تقول له لا اله الا الله يقول لك كفر. شكرا يا ابي خليني اتكلم، اكمل كلامي. طيب قول لي مين هم. كلامي. انا ما قلت مجموعه بسيطه، احنا الشيعة نعتقد بمجموعه كبيره من الصحابه ونترضى عنهم. طيب. لكن قلنا انا ما كملت كلامي. لا هنمسك واحده وانت معايا اهوت، ولو هنقعد ساعتين مع بعض انا وانت هنمسك واحده. المحاور العقائدي ده، انت اللي سموك محاور عقائدي دول شكلهم النهارده هيعملوا لك بلوك في التليجرام. قلت لي احنا الشيعة بنعتقد ان في مجموعه كبيره من الصحابه كانوا مؤمنين. اذكر لي 10 فقط من المهاجرين و10 فقط من الأنصار لم يرتدوا. لا كتير يا رب. اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الأنصار من الأعداد كبيرة. اذكر لي فقط 5 من المهاجرين و5 من الأنصار لم يرتدوا ليستمع إليهم الجمهور. تفضل. 1. خلصت الآن أتكلم؟ خلصت؟ اذكر لي 5 من الأنصار و5 من المهاجرين لم يرتدوا. يلا كلامي لا حول ولا قوة إلا أكمل كلامي على نفس السؤال اللي أنت سألته. لا احنا ماشيين واحدة علشان أبين كل نقطة بتكذب فيها همسكك أربطك أطلع النقطة المكذوبة وأخليك تتكلم تاني وأبين برضو بطلان مقولتك. أنت قلت لي دلوقتي نحن الشيعة نعتقد إن في مجموعة كبيرة من الصحابة مؤمنين. اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الأنصار لم يرتدوا. تفضل يلا. خلصت؟ انت يعني الان انت خلصت انت هتسيبنا اكمل؟ انت خلصت يعني اكمل النقطه اللي انا فيها؟ لا ما تكملش. اذكر ال5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا يا احمد ايهاب الجعفري المحاور العقائدي. انت مثل الباب حبيبي، انت مثل الببغاء. شكرا مش هرد عليك الاساءه. ما انت اجدادك قالوا للامام علي الجمل المخشوش وقضاه قهرا كالجمل المخشوش. وما تقولش روايه معاويه. لا المجلسي بيبينها ايضا، وسمعك سادتك الان في الحسينيات بيقولوا ذلك، وقالوا للامام الحسن يا مذل المؤمنين. فما كانوش بيردوا الائمه، ما كانوش بيردوا عليهم. اذكر لي بقى المجموعه الكبيره اللي ما ارتدوش عندك دول. ده اصبح ناس اهل رده الا 3 علي وعمار وسلمان. اذكر لي بقى 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا يا احمد. يلا بسند صحيح عندك. لا انا مش عايز سند صحيح عندي، انا عايز من كتبك انت ومما تعتقد انت ان تذكر لي 5 من المهاجرين. انت محاور عقائدي بس. ما انا قلت عشان كده قلت لك مين اللي سماك يا حبيبي محاور عقائدي؟ مين اللي ضحك عليك واداك الاسم دوت؟ اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا علشان نتبعهم. مش ربنا قال في القران والذين اتبعوهم باحسان؟ وانت قلت لي في مجموعه كبيره لم يرتدوا. اذكر لي 5 و5 فقط. تفضل.
يلا. انت لو رجل تنطيني 5. والله رجل الحمد لله، ما لا أرضى على على نسائنا أن تتمتع، ولا أرضى لأخت المتعة، ولا أرضى لأم اليائس أن يتعاقب عليها أكثر من رجل جمع في دينك. لا الحمد لله راجل. ارجع بقى واسألك تاني بقى، اذكر لي 5 من المهاجرين. أنت لو واثق من دينك وشجاع فعلا هتقول لي يا رامي عيسى عندنا ال5 من المهاجرين فلان وفلان 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 وفلان، و5 من الأنصار فلان. ما تكلمهم في التليجرام يساعدوك. استعن بصديق من أساتذة التليجرام اللي يسموك أستاذ محاور عقائدي. لا اله الا الله. يلا اذكر لي بقى. لا 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 الله جميل. يلا اذكر لي بقى 5 من المهاجرين و5 من الانصار، او قول لي يا رامي عيسى هستعين بصديق وانت معايا اهوت. احنا بقى لنا دلوقتي 12 دقيقه على عدد الائمه الاثني عشر. اللهم صل على محمد وال محمد. 12 دقيقه على عدد الائمه الاثني عشر ومش عارف تذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار. شفتم بتكذبوا في التليجرام وتكذبوا في المجموعات، لكن هنا بنيجي بنمسككم نقطه نقطه. يلا اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار. يلا. طيب خلصت؟ يلا هسه انت خلصت؟ خلصت. طيب هسه يمكن صار لك بال5 دقائق تحكي وانا ما حكيت بس دقيقه. لا ان شاء الله برضه مش هتحكي لما تذكر الاول او تعتذر عن كذبك. اما قلت لي احنا عندنا مجموعه كبيره لم يرتدوا، اما تذكر لي 5 و5 فقط او تقول لي لا. قوه الا بالله. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلصت؟ نقدر نتكلم الان؟ لا حظلت تتكلم تقاطع. اذكر لي 5 و5. طيب حلو. انت الان يا اخي انطيني بس دقائق خلي اتكلم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اذكر لي 5 و5. يلا. الان هو الاخ رامي لما سال هذا السؤال اللي ساله لي في البدايه انطيت الجواب، ها رقم 1. لا ما اعطتني الجواب. قلت في الجواب ان هم مجموعه قليله اللي احنا متفقين عليها انا وانتم. نحن وانتم المجموعه دول اللي هم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. المجموعه اللي متفقين عليها انا وانتم، والمجموعه دي قليله اصلا اللي احنا متفقين عليهم. كتيرهم قوي يوم ما هيكتروا قوي 7. فانت قلت لي لا احنا عندنا مجموعه كبيره لم يرتدوا. ليه؟ لان انا كنت هديك الايه ديت اللي شايفها الجمهور الان، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. هذه تدل على ان الصحابه كانوا الاغلبيه، والمنافقين دول كانوا ما بيخلوا الى شياطينهم يقولوا ده احنا معاكم احنا بنكذب عليهم، لان كان الصحابه كانوا هم الاغلبيه المؤمنين. فانا الاغلبيه مؤمنين اهو في المدينه. انت قول لي بقى مين المؤمنين دول؟ تفضل. خلص حتى ينطيني مجال. لا اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار. يلا يا محاور ايه بس؟ مين اللي ضحك عليك وانت صغير وخدك وسماك محاور عقائدي؟ رامي. نعم تفضل. رامي نعم. تريدني انام لحد ما انت تخلص كلامك؟ لا ما تنامش، لان انت لو نمت ممكن يجي معمم ولا حاجه وانت نايم، لان السيد عبد الحليم الغزي باين ان المعممين لهم فروخ. فانا بقول لك ما تنامش علشان اوعى تنام في مكان فيه معممين. المهم بس نرجع لموضوعنا تاني يا استاذ احمد ايهاب الجعفري المحاور العقائدي القوي السباب للصحابه رضي الله عنهم. اذكر لي الان 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا. حطيت نفسك في الموقف ده ليه كذبت وقلت يا احمد الجعفري؟ ليه كذبت وقلت ان الصحابه عندكم مجموعه كبيره لم يرتدوا؟ تفضل اذكر لي الان 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا. يلا يا احمد. خلصت؟ خلصت. يلا. لا اله الا الله. طيب ارجع واكمل كلامي. لا مش هتكمل كلامك. هو انت لا اما تكمل كلامك لا اما تنام عند المعممين. يا احمد انا مالي، كمل لي الان مين 5 من مش ربنا قال يا احمد في القران الايه رقم 100 من سوره التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. فخلينا نطلع الايه الآن للناس عشان يقرأوها معانا اهيت والسابقون الأولون. شوف عزيزي المشاهد هذه الآية، شوف هذه الآية عزيزي المشاهد علشان أحمد يشوفها معانا. معلش يا أحمد وانت معانا كده خلي المشاهد ينظر لهذه الآية. معلش يا أحمد اهي خلي المشاهد ينظر لهذه الآية اهي. بسم الله. بص عزيزي المشاهد معلش بص خليك يا أحمد معانا اهي بص الآية اللي فوق. بص اهي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن هم السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي ربنا أثنى على اتباعهم يا أحمد؟ تفضل يا أحمد. ادخل لي عافية جدا موضوع جميل. أول شيء خلينا نتكلم عن هاي المسألة اللي أنت ذكرتها. بغض النظر أنا لحد الآن سؤالي ما سألت لكن لا أشكال. للمعلومة يا أخواني يا أهل السنة، وأنا أتحدى رامي عيسى أن ينطيني دليل أن معاوية
وعمر داخلين في هذه الآية. الله أكبر. يعني عمر مش داخل في هذه الآية، وعمر كان من الكفار، وربنا سبحانه وتعالى ينهى عن زواج المؤمن إن المرأة تتزوج من كافر، فما ينفعش. فليه الإمام علي زوج ابنته أم كلثوم لعمر؟ أنا قلت كافر، أنا قلت ما هو دلوقتي لو مش مؤمن هيبقى كافر، لو مش مؤمن هيبقى منافق، وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والإمام علي زوجه بنته إزاي؟ طيب الذهبي الذهبي انا ماليش دعوه ولا بالذهبي ولا بالفضي. انت رايك ايه دلوقتي؟ الامام علي زوج ابنته ام كلثوم لعمر، فكيف يزوج ام كلثوم لعمر؟ والروايه صححها المجلسي في مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول، الكتاب اللي ورايا دوت عزيزي المشاهد، فالمجلسي صححها. قول لي هم مين بقى؟ تفضل. اشرب شاي. الحمد لله بشرب شاي، ما بشربش بول المعممين، ولا بشرب التربه الكربلائيه، ولا باكل بالتربه الكربلائيه واعملها قدر الحموسه. الايه اللي انا حبيت ابينها لك دلوقتي عزيزي المشاهد قدامي الان اهوت، الله قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فربنا اثنى على الذين، ايها المشاهد الكريم، اثنى على الذين والذين اتبعوهم باحسان. اللي اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعد لهم جنات، شاف، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. فانا دلوقتي اللي عايز اعرفه من المحور العقائدي القوي انه يبين لي مين المهاجرين والانصار اللي ربنا وعدهم بالجنه. تفضل يا المحور العقائدي. طيب والله الان ابينها لك. ابين لك من هم. تفضل. من هم؟ طيب والله جدا جميل. انا هم غفلت عني هالمساله الان. ابين لك. يلا اخواني، وانا والله اجاوب الان. يلا. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار اللي يطلب مني الشيخ رامي عيسى ان ابينهم هم الذين الان عادي اذكرهم ولا لا؟ اذكر. تعطيني مجال؟ تعطيني مجال؟ طيب ما اريد اي مقاطعه، والله ساذكرهم قسما بالله. طيب اسمعوا اخواني الان، والله ساذكر لكم من هؤلاء. يا عم اذكر يا عم، ليه المقدمات دي؟ يعني اقول الان اذكر؟ انت بيجيبوا لك الراجل اللي سماك المحاور العقائدي، الاساتذه بيبعتوا لك جواب، يعني انا هذكرها دلوقتي والله هذكر، يعني في مجال. يا عم اذكر، قول لي فلان وفلان وفلان من السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. تفضل. لا اله الا الله. اذكر يلا، اذكر بس يلا. اهدى. طيب هادي خالص اهوت. يلا اذكر لنا. يلا اذكر لي الاسامي. اشرب ماي. طب ان شاء الله هنشرب ماي ان شاء الله. يلا اذكر يلا الاسامي. السابقون الاولون اللي انا الان ساذكر لكم كتاب الرواة الثقات للعلامه الذهبي. شفتم؟ ما اقول لك لا يذكرهم، بقول لك لا يذكرهم. هم دول انا بقول لك بيعملوا اساتذه عليهم يعني في التليجرامات، ويجوا يدعسوا تحت اقدام اهل السنه هنا. اذكر يا ولا. يلا مسمي نفسك انا احمد ايهاب الجعفري، المحاور العقائدي، شاب اكاديمي، درست وطلبت العلم في الحوزه. يا نهار ابيض، ومتوسط الخبره فيها، متوسط الخبره في الحوزه يا ولا. اذكر لي بقى مين المهاجرين والانصار. قول لي عقيدتك. انت خايف، دينك باطل، دينك ضعيف. الحركات ديت احنا عارفينها من سنوات. عرفت ليه احنا بنجيب المحاورين اللي امثال هؤلاء يدعسوا؟ قول لي مين اللي ربنا قال واعد والذين اتبعوهم باحسان. قول لي مين اللي اتبعوا من المهاجرين والانصار يا ولا. قول لي مين اللي اتبعوا من المهاجرين والانصار وربنا يدخلني الجنه والذين اتبعوهم باحسان. مين والذين اتبعوهم باحسان؟ هتبع مين من المهاجرين والانصار؟ ربنا قال والذين اتبعوهم باحسان. هم مين؟ تفضل. يلا. طيب نرجع نكمل كلامنا. لا قول لي الاول مين المهاجرين والانصار. يعني الاول قلت لي عندنا مجموعه كبيره لم يرتدوا، والاساتذه في التليجرام هيعملوا لك بلوك النهارده بسبب المصيبه اللي انت وقعت فيها دول، لان اصبح الناس اهل رده الا 3 و4 و7. فكيف تكذب وتقول مجموعه كبيره يا محاور عقائدي احمد ايهاب الجعفري؟ الكذبه الثانيه قلت لي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. قلت لي نعم انكم بتتبعوا المهاجرين والانصار، وهذكر اسمائهم الان، وعجزت ان تذكر اسمائهم. يلا اذكر اسمائهم للناس الان. الناس عايزين يسمعوا اسمائهم الان. يلا يا احمد الجعفري تفضل. اسمائهم. خلصت؟ يلا اسمائهم. اسماء الصحابه السابقون الاولون مثل ما ذكرنا في البدايه. اسم الكتاب يقول. لا مش عايز اسم كتاب، عايز يروح يجيب لك شبهه رواها الذهبي وهنرد عليه علشان يغير الموضوع. لا مش عايزهم. عايزك انت تذكر لي انت اللي لو اتبعتهم. ولا شفتم يا شيعه؟ شفتم ضعف محاوريكم هؤلاء المعممين في الحوزه، ودوت اللي لسه بيدرس في الحوزه ومسمي نفسه المحاور العقائدي بيقدموه علشان يحاور اهل السنه والجماعه، عاجز عن اثبات هؤلاء. الله
سبحانه وتعالى يقول والذين اتبعوهم بإحسان. اللي اتبعوا مين؟ اللي اتبعوا المهاجرون والأنصار. جزاؤهم ايه يا رب بقى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبعدين الله سبحانه وتعالى قال ذلك الفوز العظيم. فأنا سؤالي لك الآن علشان أفوز يا المحاور العقائدي بالفوز العظيم وأكون في الجنة باتباع هؤلاء المهاجرين والأنصار، قل لي هم مين في دينك ودين أمك ودين آبائك اللي لو اتبعتهم بإحسان الله يدخلني الجنة؟ الصحابة وهم واحد يكفر الآخر. طيب الله أكبر. مين من الصحابة؟ لا، الأول حاجة اللي كفر الآخر المدرسة الإخبارية كفرت المدرسة الأصولية. فدلوقتي عندك صاحب المدرسة الإخبارية النور الطبرسي، هذا العلامة المحدث اللي الشيعة بيشوفوه الآن، عايز غير الموضوع هتدعس برضه، هذا العلامة المحدث اللي الشيعة بيشوفوه الآن خاتمة المحدثين المرسى الشيخ حسين النور الطبرسي لعنه الله، مكتوب طيب الله ترى هذا الرجل بيكفر كل أصحاب المدرسة الأصولية، وقالوا بأن كتب المدرسة الأصولية نجسة، فما ينفعش ان انا امسك كتاب من كتب المدرسة الأصولية الا بمنديل. لو مسكته كده يقول لك لا تمسك كتب، حتى كتب الخميني ومثل هذه الكتب لا تمس الا بمناديل عندهم، ولا يصلح ان يمسكها كده. فدول اللي كفروا بعض ولعنوا بعض، اتكلمت عنهم ما اتكلمتش عنهم. ارجع واعيد عليك تاني السؤال، هل تستطيع رجل تستطيع تذكر لي مين هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات؟ ممكن تقول لي لو انا اتبعتهم باحسان اتبع مين؟ لو راجل امام الجميع نعم. اذكرهم لي تفضل. طيب خلصت. روح يلا امشي. شفتم يا شيعة؟ شفتم؟ خلصت. قال الذهبي خلصت. قال ابن حجر ما بقول لك عجزة. ودول كبارهم اللي بيحاوروا اهل السنة والجماعة، دول كبارهم اللي يخش يقول لك لو كنت رجل حاور احمد الجعفري، لو كنت رجل حاور احمد ايهاب الجعفري، لو كنت رجل حاوره وبين له الحق. شفتم؟ يعجزون، معتقد مختلق من صنع البشر، فمن أجل ذلك هؤلاء العجزة لا يستطيعون أن إثبات. وسيظل هذا الكتاب داعس دين الإمامية، سيظل هذا الكتاب مدمر لعقائد الإمامية الاثنى عشرية المخالفة. إما أنك تسترجل وتقول إن القرآن حقيقي وتأخذ بذلك، أو تكون مع المعممين وتنام النوم اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، وتكون زي النور الطبرسي وتقر بهذا الكتاب اللي بيقول لك القرآن به آيات سخيفة، وبيقول لك القرآن به آيات لا تصلح، وسورة الولاية يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. أو تقول كما قال المجلسي إن القرآن اللي وصل إلينا كان فيه 3 أجزاء، واللي وصل إلينا جزء واحد فقط، وفي جزئين الآن مش موجودين. شفت يا أحمد إيهاب الجعفري؟ احذر أن تلعب مع أسود التوحيد مرة أخرى، خليك كالفأر في قنواتكم في التليجرام، واحذر أن تدخل وتحاول وتفكر أن تناظر أهل السنة والجماعة، ستدعس. وأنت زي ما أنت شايف ما ردتش عليك الإساءة، كانت دعس عليك من الأدلة الواضحة البينة من كتاب الله تبارك وتعالى. كان معكم المحاور الشيعي العقائدي الكبير الأستاذ المحاور